لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كما نسأله تعالى أن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنهم بآراس تمهرونا إذي فقه المسور سئلاو مجلسي زبل تحستو ناي فقهي نقربو زلنا ننوح جزي كابتي أقداس زخنة مس ناي صلاة تتحازي زغربنايو نعوين لومي مقصلتا كنرئينا مالتيو كابتي سنن ويدماني صلاة التطوع دبحال. نعم فردي كونن قديتاي كونن لكن كل جزء كتسجدون كلها بزوح خيرات زركبولو صلاة النوافل. ولذلك ما شاء الله توم قداموس زركبنا لهم فردوم سجدوم أذكارهم وديهم سنهم سجدوم يمزخودو نيرهم كم دما نخن كونا لنا رب العالمين كل عبادة نقبرو خير وبركة إذا قبرلنا. كابتي سنن الرواتب دلنا دحر فردي دحر سنة قدم فردي على دسجد دحر فردون على دسجد كالي وين كابتي تطوع دماني صلاة التراويح. والتراويح هي صلاة الليل في رمضان. شيما أو رمضان كون كله تراويح نبلو مالتيو نمنتاي وسميت بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون فيها بين كل 4 ركعات لطول الصلاة. نوح سلد سجدو سلز نبرو ركعتين سجدو كمو دماني تزقرؤ وزنبرو يختمو سلز نبرو قرآن أب صلاة التراويح هجي 4 ركعة سجدو كوفي بلو يعرفو دحري تسيوم دماني 4 ركعة نوح دماني سجدو مليسهم دماني يعرفوا بخمو انتي تباهلا تراويح لأنهم يرتاحون. وإلا صلاة الليل تبهال صلاة التراويح تبهال صلاة التهجد تبهال زخلو زي مسمى ناي صلاة الليل مالتيو. طبعا فضلوا صلاة التراويح عبر رمضان دسجد انت دا أخوينو زيادة بالليج قالوا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يلوم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف إذي أب رمضان أبدي رمضان وين قيام تقبري خا تسجدي خا لكن ناي رمضان فليتي أجر تعديلا مالتيو. من قام رمضان أب رمضان صلاة التراويح تسجد إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف بذن شمنت ركعة يوم سجدهم 10 ركعة يوم سجدهم وسوتروين 23 ركعة يوم سجدهم إذا سجد كازر لخا مغفرة اللوا مالتيو زيادة حجي باللجأ ناي صلاة التراويح لنا مالتيو. كم دماني التراويح سنة مؤكدة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك. أب رمضان التسجد يا ذا صلاة التراويح حيث صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد عدة ليالي بزوح ليتتات 3 و4 ليت دخون نبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة خوينهم سجدهم يوم ثم ترك ذلك خوفا من أن تفرض عليهم. نبي عليه الصلاة والسلام فرد خيت خون فريحهم دمه دحري
قديفما مالتهم مخنياتو الشريعة سلازورد دولو نبي عليه الصلاة والسلام ترى سجدهم ما تخاتاتيلهم فرد خيتخون فريحة إلهم نأمتهم أبجزا خوينهم يسودوا نيرهم عليه الصلاة والسلام. طبعا عدد ركعات صلاة تراويح كندي ركعة يدسجد والسنديو نزبل لا الأفضل طبعا ريخاء الأفضل تبلزه 11 ركعة لأنه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم دبزحنا يا رسول سي 11 ركعة يسجدوا نيرهم زبلالو لكن 11 ركعة يسجدوا خلو نوي يحمد قرؤ نيرهم ولذلك علماء انت يبلون تداخم تنا رسول نوح يعني جزء كامل دخون كاب جزء نلعلوين قرؤ نيرهم النبي عليه الصلاة والسلام بل كوب حنت ركعة سقاب 3 جزء دخون قرؤ نيرهم انت دا نويح تقرؤ كوينكا 11 ركعة تغير كاي دبلزه لكن حصير تقرؤ انت دا كوينكا جن التركعات ناتكا تبزح كاي يبلز يبلو علماء مالتهم لقول عائشة ستنا عائشة رضي الله عنها انتايب لا لما سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان نبي عليه الصلاة والسلام سني صلاتهم اب رمضان سي كمي ينيرو إلهم حاتتهم من حجي مسحاتتون انتايلن كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان اب رمضان دوني ما كان رسول الله صلى الله لا كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان مسبلون قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره 11 ركعة برمضان يكون بزي رمضان يكون سني كاب 11 ركعة لعلي أي سجدون يوم نيروم 11 ركعة يوم سجدون نيروم إلن لكن 11 ركعة أب حنت ركعة راح حد أوان ابن عباس مسمص أخو مسؤم سني هممت بسؤلو حتى حماق حاسيبه يلو انتاي دا حاسيبك حماق مسولهم زي الله أكبر مسولو رسول عليه الصلاة والسلام اسك مسؤم كسجد يلو جنبيرو دحري سورة البقرة قرؤ مني أي أمي تركعة يقارص واخونو تبولكس 100 ركعة أمي آية يقارص خونو تبولكس 100 آية حليفمو هو بملؤ سورة البقرة قرؤ يوميله تتصبقوا سورة البقرة وديهم سورة النساء قريهم سورة النساء مسقرؤ دما حجي ركوع قبر تبولكو دماني مليسهم دماني سورة آل عمران قريهم حجي رأيو زي خندي جزء يخون الله مالتي انت دا خندزي تقرر انت دا أخوينكا 11 ركعة تسجدكا تصبق يبلو علماء لكن حتصير تقرر انت دا أخوينكا جن تركعات ناتكا تبزح كايو يبلز يبلو مالتهم صلاة التراويح بنية العشاء من تأخر عن صلاة العشاء وحضر والناس يصلون التراويح فليدخل معهم بنية صلاة العشاء زي قال خبتم علماء دبلوه مالتيو انت دا صلاة العشاء يسجد كان مصتبل كان مسجد صلاة التراويح يسجدوا صنيحهم انتاي يبلو بنية ناي صلاة العشاء مسؤم أتوي خايبلو بنية ناي صلاة العشاء ركعتين مسجدوا سلامتكم ولسيهم نسخادماني تسيكا خلت ركعة يبلو زي أبت مسجدون بتر ندا سجدوا خلو بتخالي جماعة خيسجد أب حنتي كلها كات ترنف على خمالتي نعم. طبعا اختلاف النية بين الإمام والمأموم نزي مرتعتات بزوح له سيدنا معاذ كمتي فلوت زوتر دخونا حديث لنا مس رسول عليه الصلاة والسلام سجيدهم العشاء دحراي كيدهم دما نتوم ابت خبابي دلو يسجدوهم نيرهم تم ابت خبابي دلو خيسجدوا يصلحون ومعاذ يصبيو نيرهم حجي سيدنا معاذ مس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فردهم سجيدهم يوم كيدهم جن كسجدوا خلوا لسيدنا معاذ سنة أتخون اللهم دله سنة تخون اللهم الله نتيهم لكن تاي تخون الله فرد تخون الله مالتيو إذن اختلاف النياسي بزي جائز يزول العلماء خلاف ابن علماء وين كبد سخونه نوي حلو مالتيو على كل زي أحد كفتي أقوالي مالتيو مسائل انتاي بالعلماء
قيام الليل سنة مؤكدة في العام كله ويكره ترك قيام الليل. طبعا قيام الليل سنة فتوز خني لكن مكروه انت كل زي دي تسجد كوين كايبلو. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح كي سجد صلاة الليل سني كساب وقحوا مسبولهم ما قام إلى الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في أذنه أبو أذنه شيطان شين إلهم ويكره ترك ما اعتاد المرء من قيام الليل. انت لا تسجد نيركا دماني كلا غزي دنبركا صلاة دماني كتقارصو دما ازوين زيادة يصلأيو. ولذلك فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكون بمثل فلان كم اقلي تخون كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قيام الليل سيسجد نيروس أقاريصو كم يتخوني خا إلمو عليه الصلاة والسلام. إذن صلاة الليل كل غزي دي مسجد صليو ولا انت دي تخل كوين كاتسي كادماني ولا قدم مدقاس كادماني سجدي خا. يستحب أن ينوي عند نومه قيام الليل. يستحب أن ينوي عند نومه قيام الليل. فتويو كدقس كلخاس إن شاء الله الكانيا غيركا كتسيخ سجدي الكانيا مقبار إذا حدي كابتي مستحب دخونه فتو زخونه يبلو. ويسن لمن استيقظ أن يذكر الله. انت دماني حدا سبتي دقيسو نيرو مودماني انت دا تسيئو أبليتي سوق إلو خدقس يبولون تبارابير كان دخا حجي كابتي سنة زخونه أن يذكر الله بالأذكار الواردة. انت دا حدا سب دقيسو نيرو متبارابيرو فتو دخونه ذكر لنا. أولا يبلو أن يمسح النوم عن وجهه قد كادرس تبلو بإتكا مالتيو وأن يتسوك موت أبتأخات تسأليحون تموت. كان إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. نبي عليه الصلاة والسلام سني انت دقا تسيئو مابليتي موت يموت نيروم. وأن ينظر في السماء نسماي دماني يتأمتو نيروم. وأن يقرأ العشر الخواتم من آل عمران دحراي دماني العشر الخواتم تامج رشاد الله أبناء سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض تبل نع آدماني يقرأوا نيروم دبل حديث لنا. إذن إذي كابتي فتوز خاني يستحب كدقس نكلا خسر بتوفيقون إن شاء الله الكانيا مقبار تتسيخ سجد يزبل مالتيو. ابن عباس رضي الله عنه بت عند ميمونة وهي خالته. ميمونة حتنو يتخون دلا أمدا ميمونة حديرة سبيتم رسوليا فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل. مس رسول تا مخدؤم مسؤم دق يسيبل كساب فرق ليت خوينو أو قريبا منه فرق ليت قريبه. فاستيقظ نبي عليه الصلاة والسلام شعو تسيئهم فرق ليت مسكونه مسكربه يمسح النوم عن وجهه قصم درز اندابولو مالتيوم. وفي رواية قعد شعو كفي لهم دماني دبلالو حجي علماء كابزي بديد الكامستسا كاس قلطيف كاي تخيد يبلو تسي مسبلكا كفلي خبتي زلخايو عراتكا صنح بليخا. نبي عليه الصلاة والسلام كم يوم زغبر نيروم بديد لهم قلطيفو ما يكودون يوم نيروم تسي كالخا كفت بالقرب مالتيو. قعد فنظر إلى السماء ناب سماي قصم تأميتهم ثم قرأ 10 آيات من آل عمران أبت تنعسرت ناي مجرش آيات دلوانا سورة العمران قريئهم. وفي رواية ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران قال 10 آيات كاب سورة العمران دبلالو قال دماني أمج الرشاد اللواء تدبزح روايات لكن أمج الرشاد اللواء نعن النبي عليه الصلاة والسلام قريئهم. إذن إذا حدي كابتي
مسائل مالتي يستحب للرجل إذا استيقظ لصلاة الليل أن يوقظ لها امرأته وكذا المرأة أن توقظ زوجها انت دق اسكا صنيحكا تدتسئ قديمو سبيت تتسئا سجيدا تتسئ نسبايا سباي ون تتسئ دما نسبيتو يتسئ إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات رب العالمين والذاكرين والذاكرات يلو زنادم كاباتهم تخون انت دقا ركعتين سجد كاب حد خوينكا يبلو عليه الصلاة والسلام من غلبه النوم في صلاة الليل فليتركها حد سبسيري صلاة الليل كسجد يلو تقالسو يسجد لكن تخاس برتعوه كسجد أي كألن تخاس انت دقا برتعوه فليتركها يلوم خلاص أقارصو برتع دقاس انت دقا لك خوينو أقارصو إيخا وليرقود يلوم دقس حتى يذهب عنه النوم كساب دقاس هتصبقو زبرلك مالتيو فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يلوم إذا نعس أحدكم حد سبسنين تدقى تتاخسو اللو خوينو في الصلاة فليرقد لهم يدقس تتاخس كابر تعكالو دقاس بحيلي تسقديخا كوادا دقس لهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يذهب عنه النوم كساب دقاس كازا خدلك فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه سقاب نفسه دي فلوت أنت دقى خوينو تدعاز قبرو زلوين انتاي مخانوين هيفلت انيو ممكن ننفس خاوين تتصرف مالتي ويترقم مغنياتو خالص انت دا دي تفلت انت دا اخوين كهالواتك كدقس يزلكا نعم كموين كابت علماء دذكروا مسح حديثات تحيزهم يستحب الاستغفار والدعاء في الثلث الأخير ابت مجرشانا الثلث الأخير انت دا اخوينو كابت فتو دعاء كتقبريو نعم تسجد الله مسؤ دماني دعاء أبزحيخا إلهم نبي عليه الصلاة والسلام ينزل الله في السماء الدنيا لثلث الليل الأخير رب العالمين سني أبتي ثلث الأخير نايمج الرشا سلست أفكتر فخلو أبزا سماء الدنيا يورد لهم فيقول رب دماني بزيزين تايبل من يدعوني فأستجيب له من قال له دعاء زقبر زلمن دعوء قهبو يبل ومن يسألني فأعطيه دحتت من قال له كهبو حتؤ ومن يستغفرني فأغفر له من قال له مغفرة دحتت كغفر له يبل حجي حاجة ندحر لك تلمنون رب سبحانه وتعالى أبزا الثلث الأخير من الليل زيادة بلزتها مخنياتو ربنا عز وجل من قالو زلمن لمنو كهبو دبلولو ساعات سلازخونه اذا ساعات زيا تادبلصتيا حاجات لك ابليت تسيكا يا رب الكلام منيخا ازي كابتي ابليتي دعاتات دعاء مبزح فتو يمالتيو نعم كالي كابتي علماء دذكروا سناتات انت يالو انت دايلكا صلاة الضحى صلاة الضحى صلاة الأوابين تبهال صلاة الضحى فتوت زخونتها صلاة الضحى صلاة الأوابين صلاة التوابين كأيبلوها نمنتهم صلاة التوابين إلى ما يبلو علماء مخنياتو صلاة الضحى كل جزء كتاتيلو انت قاعد تسجد كونه حدا سبسني تعينه على التوبة له زنبتات دلو سب صلاة الضحى سجدي خايبلو نيرهم بخوميا صلاة التوابين صلاة الأوابين الأواب هو الرجاع مالتيو نابرب دملس مالتيو إذن صلاة الضحى تشرع وهي صلاة تشرع في وقت الضحى أب وقت الضحى صحي مسبرقت قدر الرمح ديب مسبلتنا لعلي شعو سلة تسجد أفتنا وقت الضحى بخوميا صلاة الضحى تباهلا دلا نعم صلاة الضحى وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاع قدر الرمح ويكون هذا الارتفاع في حدود الثلث ساعة تقريبا صحي برقم سبلت يبلو علماء تقريبا تعاقناتو سني دارقا
في حدود ثلث ساعة 10 دقائق دخون تتصنح مالتيو صحي مس برقت وأفضل وقتها حين يبدأ اشتداد الحر تزبلت أكو صحي أصبق بريقة مريت أصبق موق كبل كله شعو تسجد كازي أتدبلت أتيا لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إلما حين ترمض الفصال طبعا الفصال الجمال الصغار مالتيو ناشتو أجمال تنعبيتي كوفيلن كلوا برتع ولا صحي تخونه ينددنني لكن تنفصال تناشتو دلوا برتع مسبلت مقت بدد يندبلا مالتيو حين ترمض الفصال دبلوا ابتي زيادة مقت برتع كبل كله شعاخ تسجد كلها دبلت يبلو طبعا فضله صلاة الضحى انت عينت فضل له باللجو انتاي انت دايلك قال الله تعالى في الحديث القدسي بحديث القدسي ربنا عز وجل انتايلو يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخره دبل حديث له إذا حديث زي أب رواية مسلم له أنت ود آدم 4 ركعات سجديخا أبت مجمريا قتري أبت مجمريا معلتي أكفيك آخره أنا دما ترفه كأخلل كأيد بلالو حجي بخمو علماء انتايبلو إذي صلاة الضحى زي تلقى سجدك كابتي أبواب ناي خيريو مخنياتو رب العالمين أكفيك له كأخلل كأي انت أخذ لي خاد لها رزق دلي خا تعنا دلي خا أكفيك له رب العالمين كبكأي إذن أجروناتو عبي مالتيو صلاة يا ابن آدم سلي 4 ركعات سجديخا في أول النهار أبتي مجمريا نجهز خونلو مالتيو درفدلو قال دماني تا ركعتين سنان ركعتين فجرن وندبلو لكن دبزحو صلاة الضحى ايبلو بار عدد ناي صلاة الضحى خندي انت دايلك يجوز أن تصلي ركعتين كلتا ركعة سجد يفقديو طيب 4 ركعات ويدماني 4 ويدماني 6 ويدماني 8 زي كل زي كابتي ناي صلاة الضحى دسجدلو مالتيو وي كلتا ركعة وي 4 وي 6 وي 8 ولا كلتا ركعة راح تسجد كاينون اخولاتين كابت خير نفسها اي تحرميها والصحيح أن تسلى ركعتين بتسليم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تزبلت أوين يعني فتو تزخونتين ركعتين ترحوين أخلتئة وهي مما يجزئ عن صدقته عن كل سلامة ودسب 300 سوسان دخون مفلالي ني أكالات اللو مالتيو حجي إذا 360 مفلالي ني أكالات ني ود سبزلو شكر يدلي كتمسجنو نربي نخلو نحنت كفل أكالات كمسجانا نخلن تمسجنلن صلاة الضحى ركعتين تأخلل كأ هذا حديث انتايبل يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة نخلن تناي مفلالي أكلات كادلو واسني كتسجدلن ويدماني شكر كتجبر صدقة كتجبر يجبؤيو صدقة كتجبر يجبؤيو إلهم دحري فكل تسبيحة صدقة إلهم تسبيح سبحان الله تلك صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة كل زحجي أعمالي تسبيح كم دماني أمر بالمعروف نهي عن المنكر كل زي أعمالي لكن النبي عليه الصلاة والسلام انتايلهم وتجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ركعتين تسجدن نسن يا أخلال كأين لهم عليه الصلاة والسلام
ነዚ ኩሉ ኣዕማል እዚ ተስቢሕ ድዩ ተክቢር ድዩ ወይ ድማ ተህሊል ድዩ ወይ ድማ ኣምር ቢልማዕሩፍ ድዩ ናሂ عن ሙንከር ኩሉ እንታይ ይኣኽለልካ ኢሎም ረክዓተይን ዱሓ ሱብሓነላህ ክልተ ረክዓት ሰግደን ክንዲ ምንታይ ኣጅሪ ናይዚ ኩሉ ተኸስብ ኣለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ሰላት ዱሓ ብቐሊል ድረኣይ ኣጅሪ ኣይኮነን ዓብይ ፈዲላ ዘለዎ እዩ። ወረቢ ወፈቐና ናይ ሰላት ዱሓ እውን ኢንሻአላህ ኣብቲ ድመፅእ ድማ ዝያዳ ዝክር ከነብል ኢና። ምክንያቱ ኣብ ሙሉእ ዓመት ኩላ ግዜ ዓመል ኸይር ድኾነት ከነቋርፃ ዘይብልና ሰናይ ግብሪኣ ወነስአል الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحباه الله رضوانا. علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا.